رجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين، معكم سعد المصري حصري على اليوتيوب. هنتكلم ان شاء الله دلوقتي على مرض السكر. طبعا تعرفين الناس اللي عندهم مشاكل في السكر، ممكن يكون السكر ده مرض وراثي، ممكن يكون السكر نتيجة انفعالات معينة الانسان تعرض ليها، ازمة نفسية معينة فجاله السكر. بصرف النظر عن كل هذه الاسباب وكل هذه الامور اللي ادت في النهاية ان المريض اصبح عنده مرض السكر، فالمشكلة بتبقى عندي في البنكرياس، والبنكرياس دون هو اللي بيعجز او بيكون غير نشط انه يفرز مادة الانسولين. ومادة الانسولين دي اللي هي بتعالج مشاكل السكر، وهي اللي بتدي للجسم السكر وهكذا. فعندي الناس اللي درست الرفلكسولوجي والشياسو، معلش هقول بعض النقاط دي بالمصطلحات بتاعتها بالارقام بتاعتها للمختصين عشان يقدروا ان هم يتابعوا معايا كمان. فعندي النقاط الفعالة في مرض السكر، عندي في 20 في 23، عندي الاي 4، وعندي الاف 13، عندي البي 7، وعندي الار 6، وعندي الار بي 4، وعندي نقطة الار بي 6، وعندي البوينت بي ام 20، بي ام 61، بي ام 158، وعندي البي ام 62. عندي بعد كده البوينتس الار 3 والار 6. بعد كده عندي البوينت الفي 20 في 23 في 43. عندي الجي 4، وعندي الاف 13، عندي البي 7، وعندي الار 6، عندي الار بي 4، وعندي الار بي 6، عندي البي ام 20، وعندي البي ام 61، عندي الفي 20 وفي 23 وفي 43، عندي الجي 4 والاف 13، عندي الار 3 والبي 7، عندي الار بي 4 والار بي 6. دي النقاط. طبعا انا عارف الناس يقول ايه تواجع دماغنا، ايه الحاجات دي كلها مش مفهومه بالنسبه لنا. طبعا الناس اللي دارسه الكلام ده كله هم عارفين. خط بي او نقاط ارقام في ده بيكون خط الرئه. خط ار اللي هي كل النقاط اللي خاصه بارقام من 3 ل 6 ده بيكون خط الكليتين. الخط الار بي دي كلها عباره عن ايه؟ نقاط او عبارة عن تلخيص للمسمى نفسه، فبنسميها الخط بي ار ده اللي هو خط الطحال. عندي الخط بي ام اللي هي نقاط ارقام 20 61 و62 و158 زي ما قلنا. كل هذه النقاط هي المستخدمة في علاج مرض السكر. فنيجي مثلا نشوف عند الاذن، هنلاقي ان عندي هنا اهو، احاول اقرب كده، عندي هنا 3 نقاط لعلاج مرض السكر. انا ممكن اعمل ايه؟ انا ممكن ادلكها. الناس بقى اللي هي مش دارسه وعارفه فين النقاط تحديدا، انا ممكن افضل ادلك الاذن بطريقه كده اهو، وافضل ادخل ايدي من جوه مع الضغط. خلي بالكم انا كده مش بعالج السكر بس، ده انا بعالج امراض كتيره جدا جدا جدا، لان انا عندي اعزائي المشاهدين في الاذن ما يقرب حوالي 44 نقطه متصله بالجهاز العصبي للجسم كله. شايفين هي كانت تكون احمرت شويه، طبعا الدنيا مغمقه اكتر. المهم لما تيجوا تشوفوا كده في الاذن هتلاقيها احمرت شويه، وانا بضغط كده اهو ما بيبقاش فيه شعور بالالم، على قد ما انا احس ان الجسم بقى نشط. بيفرز الجسم كيماويات معينه بيفرزها عن طريق جهاز المناعه والغدد الليمفاويه. ده بالنسبه لي الاذن. فانا عندي 3 نقاط او عندي ما يقرب حوالي 5 نقاط لعلاج مرض السكر. طيب عندي ايه كمان؟ عندي هنا اهو في الايدين، اجي في الجزء دون كده هتحس ان هو مجوف، فالجزء دون بضغط عليه لمدة 3 دقايق. 3 دقايق بضغط في الجزء دون، قرب كده عند الكاميرا اهو، 3 دقايق كده بالظبط. عند بره في الجزء دون بنزل ايدي كده اهو، وبلاقي حته سبحان الله هي مجوفه كاني بتقول لي انا اهو اضغط، فبضغط هنا لمده 3 دقايق او 4 دقايق. بعد كده عندي في القدم، ادي القدم على سبيل المثال، فعندي النقاط هنا اهو، النقطه دي بضغط عليها. طبعا مش هقول بقى الاسماء المعقده اللي الناس قلتها في الاول. بضغط في الجزء دون، الواحد يعني يبص كده من عند صباع الابهام
ادي 4 صوابع واعمل تاني 3 صوابع، هتلاقي في الجزء دون تحت العظمة دي بالظبط، وبضغط عليها لمدة 5 دقايق. وبرق عندي في القصبة بتاعة القدم، بحاول ان انا ادلكها بشكل ضغط وليس عن طريق المسح، بشكل ضغط. تمام. وبعد كده هنا ما بين الصبعين دول بروح بضغط في النقطة دي اهو، في النقطة دي، وابدأ ان انا اضغط ليها. وفي تمرينات تانية موجودة بره في جسم الانسان عند البطن وعند الحوض، طبعا دي محتاجة اختصاصي اكتر ان هو يعرف فين الجريدد بوينت، النقاط الفعالة فيها. ده بالنسبة لعلاج مرض السكر. لأي استفسار او اي حد عايز يعرف ايه هي تاني النقاط دي يتصل بيا او عن طريق الايميل وانا ممكن ارد عليه. كان معكم سعد المصري معالج الرفلكسولوجي والشياتسو. للتواصل معايا على الايميل سعد_استاذ_online@yahoo.com او عن طريق الموبايل 012 36 90 535. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.